يا مساء الخير عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ حلقه جديده من حلقتنا النهارده. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين. منتخب ايران عامل شغل كويس الايام اللي فاتت، اجوان كتيره بتسجلها ايران في ولاد المتسخه. باذن واحد احد مزيد من الاهداف، وباذن واحد احد ينهوا عليهم عشان نخلص باذن واحد احد. هنتكلم عن حاجات كتيره جدا خاصه بالماتش امبارح. طبعا كلنا شفنا ماتش امبارح. مش هقدر اقول ان احنا كنا ادائنا كويس او احنا عملنا اداء جيد. اداء الفرقه كان الشوط الاول كان جيد جدا. اللعيبه كانت في الفورمه، بدنيا كانوا كويسين. جالنا اكتر من فرصه ان احنا نسجل منها اهداف. طبعا منها فرصه لبن رمضان، على فرصه لامام عاشور، فرصه لوسام اللي هي اتحسبت اوفسايد. يعني كان في امكانيه ان احنا ممكن نسجل اهداف. لكن للاسف لما كنا بنروح ناحيه الجون ما كانش فيه فينش كويس، ما كانش فيه حد بيقدر ان هو ينهي هجمه. طبعا التعادل من وجهه نظري هي نتيجه سيئه، مش هقدر اقول انها نتيجه ايجابيه، لان في الاول وفي الاخر انت كده باقي لك ماتشين: ماتش مع بورتو الاوروبي وماتش مع بالميراس البرازيلي. انا مش متفائل ان احنا ممكن نعمل حاجه الماتشين الجايين الا لو رحنا لعبنا باداء احسن من الاداء اللي احنا لعبنا فيه الانتر ضد انتر ميامي. احنا الشوط التاني طبعا وقعنا بدنيا، لعيبه كتيره خرجت. ريبيرو قدر ان هو يعني في الاول كنا في امل ان احنا ممكن نسجل الشوط الاول اهداف، لحد طبعا ضربه الجزاء اللي ضيعها تريزيجيه، وجاي لكم في ضربه جزاء تريزيجيه. الماتش امبارح انا كنت شايف ان اللعيبه كلها كانت كويسه، يعني ما عدا باستثناء بعض اللعيبه اللي انا شايف من وجهه نظري ما كانش ينفع انها تروح كاس العالم اصلا، يعني تروح معانا تسافر في الطياره. منهم حسين الشحات طبعا وقفشه، اكتر اتنين ادائهم سيء جدا في الماتش امبارح. حتى يعني كبودلة انا مش شايف ان هم بودلة كويسين من وجهة نظري. حسين الشحات طبعا لعيب كويس ولعيب ليه تاريخ، ما ينفعش ان احنا ندقق في تاريخه ولا اي حاجة، بس انا بتكلم دلوقتي في الوقت الحالي. كونك انك بتلعب في بطولة عالمية، وكونك ان انت لاعب عندك خبرات كتير وقادر ان انت تحقق مكاسب كويسة وتعمل لنفسك تاريخ مشرف. لكن التاريخ المشرف مش كونك ان انت تفضل طول الوقت تحنكش في الملعب، وتفضل طول الوقت ان انت تأنن في الملعب عشان خاطر تبقى الهداف التاريخي لكأس العالم. انا معرفش، حسين الشحات من هدافين كأس العالم ب4 اهداف او 5 اهداف ايا كان. لو انت طمعان في جون عشان تبقى 5 او 6، انت المفترض ان انت بتلعب لصالح الفريق. دي كرة جماعية مش كرة حضرتك فردية ان انت رايح تعمل لي فيها كريستيانو انت وقفش عشان تروح تعملوا لي احتفال سي قدام الجماهير. مش ده اللي انا عايزه. انا كجمهور كنت منتظر ان انا اعمل اداء احسن من كده قدام انتر ميامي، وكان قدامي فرص كتير حتى في الشوط الاول ان انا اعمل ده. تريزيجيه انا معرفش بصراحه يعني ايه يصمم على ان هو يشوط ضربه الجزاء، وخاصه ان في 2 لعيبه يقدروا ان هم يعملوا ده. منهم طبعا احمد سيد زيزو، ده وجهه نظري. احمد سيد زيزو طول الوقت على مدار السنوات اللي فاتت افضل لعيب بيشوط ضربه جزاء، وافضل لعيب تحتاج له في الفرقه، بالذات في ضربات الجزاء. انا مستغرب فكرة ان انت تصمم انك تشوط ضربة الجزاء. في النهاية انا ما استفدتش منك بحاجة. اهدرت ركلة جزاء، ضيعت مني نقطتين، والحمد لله ان ربنا ستر على النقطتين، لان الشوط التاني ابتدى انتر ميامي ان هو يجاريني، وابتدى في نفس الوقت يمسك كرة عليا. مين السبب في الكلام ده؟ انت وحسين الشحات وقفشة. طبعا في لعيبة يعني ادائها يعني في اخطاء. طبعا مروان عطية مثال، ان هو كان اخطأ ببعض بعض الكرات، لكن التحاماته كانت قوية. كان بيلعب على ميسي بشكل كويس. نفس الكلام برضو لاشرف دايلي، نفس الكلام لياسر ابراهيم. محمد هاني ما كانش متشاف قوي. طبعا كوكا عمل ماتش كبير جدا دفاعيا، بشكل دفاعي. طبعا بالنسبه لامام عاشور طبعا الف سلامه عليه. انا ما اقدرش احكم عليه لان الراجل خرج من الشوط الاول بعد الاصابه. ان شاء الله يرجع احسن. طبعا بن رمضان مش هقدر احكم عليه، لانه في الاول وفي الاخر الراجل كان بيلعب بشكل. بالنسبه لبن رمضان، بن رمضان بالنسبه لي انا كنت شايف ان هو بدنيا ابتدى يقع، فعشان كده ابتدى
اتضح ان بيريرو حب ان هو يعمل تغييرات فاحتاج لقفشه. للاسف كان في امكانيه ان احنا نلعب بحد تاني مكان قفشه، اعتقد لا، لان مفيش بديل كويس. حتى لو فكر ان هو يضم كوكا ناحيه نص الملعب، وده طبعا مستحيل ان ده يحصل. فكان بيحتاج لكوكا دفاعيا من ناحيه الشمال، كان محتاج حد يقفل الجبهه اللي على الشمال دي. فالحمد لله ان الماتش عدى على كده، لكن انا كنت طمعان في الفوز علشان خاطر اقدر يبقى معايا 3 نقط في ماتش افتتاح. في نفس الوقت انا ابقى اقوى في مجموعتي، معايا 3 نقط اقدر ان انا ادبدب مع بقيه الفرقه، واقدر ان انا ندي معاهم سواء بالميراس او بورتو. لكن حتى لو حتى يا اخي لو يعني في اصعب الظروف ان انا حتى اكسب بالميراس كطمع طبعا، مع ان انا بقول الكلام ده على سبيل الامل، مش بقول الكلام ده على سبيل ان احنا نكسب بالميراس. دلوقتي احنا حالنا احنا كفريق احنا مش عارفين نكسب انتر ميامي وهي في اسوأ حالاتها. انتر ميامي اللي هي انا شايف طول الوقت انها مش ند في الملعب. انا كنت احسن من انتر ميامي في الشوط الاول. الشوط التاني مسكت كوره عليا، انا اللي اديتها الفرصه انها تعمل ده، انا اللي اديتها الفرصه انها تعمل ده. خاصة كمان ان اللعيبة بدنيا مش واقفة على رجليها، انا محتاج اهتمام بدني شوية باللعيبة. احنا عندي ماتش يوم الخميس، يعني باقي على الماتش من دلوقتي. احنا النهاردة ايه النهاردة ايه النهاردة الحد. النهاردة الحد. فانت كده فاضل لك 4 ايام علشان تقدر تجهز اللعيبة دي بدنيا. طبعا انا حابب اشيد بمحمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي عمل ماتش خرافي امبارح من وجهة نظري. الراجل يعني طلع كور كتير جدا، عمل اداء شكل ايجابي جدا. فانا شايف ان محمد الشناوي امبارح هو نجم المباراة انا من وجهة نظري. يعني شال كذا كورة، حتى الكورة بتاعت ميسي اللي حتى رفعها عرضية وكانت خلاص بتلف ناحية الجون، طلع هو طبعا بمشط ايده طلعها في العارضة وبعد كده خرجت اوت. طبعا ياسر ابراهيم رجولة. اشرف داري اداء جيد جدا. ده اللي اقدر اقوله على الفريق. بالنسبه لحسين الشحات وقفشه اداء سيء جدا 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 جدا. طاهر طبعا يعني كان كويس، ما اقدرش اقول عليه ان هو كان وحش او ما اقدرش اقول عليه ان هو كان سيء، كان بيحاول. انا عندي تعليق بس على حسين الشحات. انت رايح انفراد في 3 لعيبه من النادي الاهلي، يعني احنا 4-2. 4-2. ال4 حضرتك يعني انت عندك مش فاكر كان في حد لعب ناحيه الشمال، مش فاكر كان طاهر ولا كان جراتيشار. كان في لعيب ناحيه الشمال انت كنت ممكن انت تقدر تخليه انفراد صريح. حضرتك طمعت بانك تقدر يعني تاخد الكوره، وفي نفس الوقت اللعيبه عندها زياده انها تدخل جوه ال 18، خدت منك الكوره والحكم صفر. انا ما اعرفش انا استفدت منك ايه بعد يعني انت حتى لا شطت على الجون ولا اديت لزمايلك وقاعد بتتدجل بالكوره. طب انت بتتدجل بالكوره عايز توصل لايه؟ ايه اللي انت عايز توصل له؟ انا مش فاهم. اسوأ مباراة لحسين الشحات، واتمنى ان انا ما اشوفوش خلال الفترات اللي جايه. انا بالنسبه لي كان بن شرقي يفضل احسن من حسين الشحات. طبعا رغم من قناعات الراجل انه ماتش باتشوكا ما كانش احسن حاجه، بس لما الكوره دي بالذات علامه استفهام. علامه استفهام بالنسبه لي. انت اخر دقيقه ورايح بهجمه مرتده، ومش اي هجمه مرتده، هجمه مرتده 4-2. مش قادر تستغل انك انت تقدر تجيب جون، مش قادر تستغل ان انت تقدر توصل ثرو، ولا حتى تقدر ان انت تعمل باص صحيح لاي حد من اللعيبه دي عشان خاطر توصله لانفراد ان هو يقدر يجيب جون. ده منطقي بالنسبه لي. الحمد لله طبعا. لكن دلوقتي احنا هنضطر طبعا نجيب الكالكوليتور، ونضطر طبعا ان احنا نقعد نحسب للفرق، محتاجين ده يتعادل، محتاجين ده يتعادل، محتاجين ده يكسب عشان انا اقدر اصعد. انا اللي وصلت نفسي للفكره دي، ونفس الفكره دي برضو وصلتها لنفسي في افريقيا السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها مش فاكر. كان برضو كان الفرق بيني وبين بين الشباب بلوزداد مش فاكر قد ايه، وفي الاخر صعدت بالعافيه باداء للاسف سيء جدا. لعيبه مستهتره. طبعا كويس ان طبعا عقوبه تريزيجيه نزلت. انا بتمنى طبعا ان ده ما يتكررش تاني. اتمنى ان بعد كده اي حد يشوط ضربه جزاء ان هو يكون شخص حاضر ان هو يشوط كره ضربه جزاء، لكن مش هروح اخد لقطه. نفس الكلام اللي حصل في ماتش باتشوكا، كان كهربا كان اخر ضربه جزاء، كنا قادرين ان احنا بالكره دي نصعد ان احنا نلعب ريال مدريد، لكن طبعا كهربا دخل ياخد اللقطه عشان خاطر يشوط هو الكوره وفي الاخر اتصدت. نفس الكلام.
ضربة الجزاء مفيش حاجة اسمها ان انا ادخل عشان خاطر ابقى نجم الشباك، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش خاصة في البطولات العالمية، لان الكل الفرق اللي حواليك كلها عايزة نفس الاحساس اللي، او بمعنى اصح كل الفرق العالمية اللي بتلعب معاك سواء بقى بالميراس سواء بورتو، يعني سواء حتى اوروال ياباني، كل اللعيبة دي كل الفرق دي عندها امل انها تصعد حتى وتقدر تعمل انجاز قدام اي فرقة اوروبية، كلنا كده. لكن انت كنادي اهلي اسهل ماتش كنت ممكن تكسبه انت ضيعته من ايدك، ودي مش اول مره تحصل، حصلت خلال ماتشات كتيره جدا، منها ماتش الفلومينينزي بتاع كاس العالم الموسم اللي فات، منهم برضو الماتش بتاع باتشوكا بتاع الانتر كونتيننتال. كميه الاستهتار طول الوقت هو بتبقى الحاله السيئه اللي بتخلي الفرقه بالمنظر ده. كل اللي كنت بتمناه ان انا الاقي ولو ذره رجوله، رجوله من اللعيبه دي. طبعا مش بتكلم على اللعيبه كلها، بعض اللعيبه اللي احنا كلنا شفنا ادائهم في الملعب اسوأ اداء، اسوأ اداء. هل ده هيستمر؟ لو ده هيستمر لا، انت الموسم الجاي محتاج ان انت بقى تدعم تاني. نصحنا الاداره ان احنا محتاجين تدعيم للدفاع، وده ما حصلش. انا دلوقتي طول ال 90 دقيقه بلعب باتنين بس سيرد باجات، مين هما؟ اشرف داري وياسر ابراهيم، دول الاتنين اللي بلعب بيهم 90 دقيقة. الطبيعي والمنطقي ان انا يكون معايا لعيبة بدايل ولعيبة تكون على قدر المسؤولية، مش اي لعيبة اجيبه وخلاص. يعني مثلا حد يقول لي مثلا صفقة بيكم، يا عم صفقة بيكم انا بالنسبة لي مش شايفها كويسة. مصطفى العش، كلنا شفنا مصطفى العش الماتش بتاع باتشوكا عمل ايه، وده اللي خلى الراجل، طبعا انا مقدر فكرة ان المدرب لسه، يعني الراجل ما لعبش معانا غير ماتشين لحد دلوقتي، ماتش باتشوكا وخسرنا بضربات الجزاء، والماتش ده اللي احنا تعادلنا فيه. فانا ما اقدرش الومه، ما اقدرش الومه. الراجل لسه بيشوف، ولسه ماتش باتشوكا كان بيحكم مين اللي هيبقى معاه في الماتش ده، اللي هو ماتش انتر ميامي. من ماتش باتشوكا كان بيتابع ويشوف الفرقه كان حالها ماشي ازاي، كان بيتابع اللعيبه. طبعا الراجل محتار، يعني ما حبش ان هو يجازف ببن شرقي. وطبعا نفس الكلام على فكره، ما اعتقدش ان هو هيقتنع بحسين الشحات، وهي دي المشكله. يعني ممكن لو هيحط حد مكان التاني ممكن يعتمد على بن شرقي اكتر من حسين الشحات بعد المشكله اللي عملها امبارح دي. رايح انفراد، المحترم رايح انفراد، وبعد ما راح انفراد راح في الاخر الكره تتاخد منه والحكم يصفر. انا ما شفتش كده في حياتي، ما شفتش كده في حياتي بجد. طبعا احنا الفتره اللي جايه كل اللي محتاجينه ان احنا نركز في ماتش بالميراس. خلاص اللي حصل حصل، كويس ان احنا يعني خرجنا بالنتيجه دي، كويس ان احنا ما استقبلناش اهداف. طبعا كنت طمعان في الفوز على امل ان انا اصعد، بس ده ما حصلش. انا كده ما قداميش غير ماتشين، لازم ابتدي ان انا اركز في الماتشين دول. اتمنى اتمنى امنيتي الوحيده ان اللعيبه تركز في ماتش بالميراس بالذات. ماتش بالميراس بالذات هو الماتش الوحيد اللي هيكون عليه لغط كبير جدا. حتى بورتو، لو انا حتى لعبت بورتو اقدر اند شويه معاهم، بان انا يعني طبعا مش هتعشم ان انا اكسب، بس حتى يعني حتى على الاقل ان انا اتعادل، اقل الخسائر ان انا اتعادل، حتى على الاقل اطلع بنتيجه ايجابيه، يبقى حتى معايا 5 نقط. اه طبعا بورتو اكيد طبعا، الماتش الوحيد اللي ممكن تكسبه من المجموعات كلها هو ماتش بالميراس وماتش ماتش بورتو، ماتش بالميراس ماتش انتر ميامي. كده كده بورتو اكيد هتعمل ده. انا الخوف بقى عليا انا من فرقتي، انا نادي الاهلي، الخوف كله على ان بورتو تغلب النادي الاهلي. لو غلبت النادي الاهلي مش هيبقى معانا غير 4 نقط بس. وطبعا بالميراس لو كده كده انتر ميامي زي ما انتوا شفتوا، على فكره اضعف فرقه، اضعف فرقه انتر ميامي اضعف فرقه. يعني كده كده بورتو وبالميراس هيغلبوا كده كده انتر ميامي. انا الفرقه الوحيده اللي ما غلبتهاش، تعادلت معاها، ما خرجتش بالماتش ده الا بنقطه. فاملي الوحيد في الماتشين الباقيين بالميراس وبورتو. طبعا غياب طبعا امام عاشور هيأثر على الفرقه. ما نعرفش
في الحالات اللي زي كده بيرو هيعمل ايه؟ ممكن يعتمد على زيزو مكانه ويلعب بقى بالونجات اللي هو بشكل طبيعي. ممكن يلعب بقى بن شرقي مع تريزيجيه، ممكن يلعب حسين الشحات. مش عارف اقول ايه والله بجد، يعني حالة الفريق صعبة جدا. بس الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع بالنتيجة دي. انا بحمد ربنا ان احنا ما خسرناش، يعني حتى على الاقل كأمل ان احنا الماتشين الجايين ماتش للفوز وماتش للبورتو. انا ما اعرفش اجيب 3 نقط منين، يعني ماتش بالمناسبه ده بالنسبه لي هيبقى ماتش صعب برضه، لان انا بلعب في الحاله دي قدام انتر ميامي اللي هي اضعف فرقه في المجموعه ومش عارف اكسبها. هي دي المشكله. بالميراس من وجهه نظري فرقه جامده دلوقتي، يعني من غير ان انا الفرقه اللي قابلتها الكاس العالم اللي فات للاسف. هل النادي الاهلي هيقدر ان هو يعمل ده بان هو يكسب بالميراس؟ هنشوف. هنشوف. بس اتمنى الاهتمام الزائد بالاداء في الملعب. اتمنى استغلال كل الفرص اللي بتجيلكم، عشان خاطر حرفيا الواحد مش ناقص. امبارح حرفيا والله العظيم ناس كتيره جدا دمها كان محروق، انا كنت من ضمنهم. فان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه الماتش اللي جاي باذن واحد احد. ماتش للنسيان زي ما قلت لكم. هنشوف الماتش الجاي الاهلي هيعمل ايه. اتمنى من كل اخواتي وحبايبي ما ينسوش ان هم يفعلوا زر الجرس ويعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو. اتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.